السلام عليكم ورحمة الله متابعين يا حلوين. النهاردة زي ما اتعودنا ان احنا اكلاتنا بسيطة وخفيفة واللي موجود في البيت بنعمله. بصوا معايا، انا اتفضل معايا اللحمة دي من غير شوربة. قلت هعمل بيها ايه وهي مش كتير. قلت ما اعملها ايه بالرز البسمتي، تبقى ايه، كبسة رز باللحمة. هي كبسة يعني باللحمة، بس دي كبستي انا بقى وطريقتي انا. معايا كوباية رز بسمتي، معايا بصلاية، ورق لوري، حبهان، لومي، قرفة. نيجي بقى على التوابل. اقول لكم على التوابل: معانا كاري وكركم وملح وحبة شطة وفلفل اسود وزعتر اسمه زعفران بودر، مرقة دجاج عشان مفيش شوربة، ده بابريكا. معانا ايه، 7 بهارات. بهاراتها بتبقى ايه، كتيرة بس بتطلع حكاية. يلا معايا نعمل احلى كبسة. حطينا المادة الدهنية ده زيت على سمنة، ولازم نكتر شويه في الماده الدهنيه عشان ايه، يشوح ايه الرز والايه واللحم. اول حاجه نعمل ايه، هنضيف معانا البصل بتاعنا. كده ضفنا البصل، نشوحه شويه صغيرين بس يبقى لونه كده. بصوا اللون ده يعني ايه، نشوح معاه بقى ايه اللحمه بتاعتنا المسلوقه السهله البسيطه. احلى كبسه داليا دي ولا ايه؟ دي لحمه مسلوقه عندك، فراخ عندك مسلوقه، هتحليها وتعملي احلى كبسه. بصوا كمان نشوحها شويه عشان ايه، نحط اللي بعد كده الشوح بس معانا شويه. وادي اللحمه اتشوحت معانا اهي. بصوا كمان نحط بقى ايه اللومي والحاجات بتاعتنا اللوري والحبهان. بصوا كمان كله يتشوح وياخد من طعم بعض. ونحط كمان توابلنا الجميله كلها 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 عشان اللحمه تاخد طعم كل التوابل دي. يا سلام، انا شامه الريحه. تعالوا بقى معايا كده وشموا الريحه وجمالها، حكايه حاجه 13 خالص. نضيف بقى معانا معلقه صلصه بتطعمها وبتخليها حكايه. المرحله دي بقى نضيف ايه، الميه السخنه بتاعتنا او الشوربه. يا عيني على الريحه وجمالها، واو واو. لقد حان موعد ايه، نضيف الرز بتاعنا. رز بسمتي بنغسله كويس جدا، اهم حاجه تغسلوه كويس. يلا بينا. بصوا بصوا الجمال. بصوا، طبعا الرز البسمتي الميه بتاعته او الشوربه بيبقى ضعفه، يعني كوبايه قدامها كوبايتين، التلاته قدامهم ايه الكوبايه قصدي قدامها كوبايتين، التلاته بتزودي بالضعف يبقى قدامك 6 كوبايات. بص بتبقى يا دوبك عقله الاصبع، بص قد كده. دي ايه اللي انت بت بتعايري بيه ايه، ظبطي بيه الرز البسمتي بتاعك. بص هو كده مظبوط. وبص لون، بص لون الشوربه بقت احلى شوربه. بصوا بص اللون، كبستي الجميله كمان. يا سلام ما تشموا ريحتها. احنا بقى هنعمل ايه، هنسيبه لما يغلي زي اي رز ونوطي عليه. يلا المرحله دي نوطي عليه. بصوا خلاص، نسيبه بقى بالراحه على مهله على مهله لحد ما يستوي معانا. وخلصنا خلاص كبسة داليا وجمالها. بصوا اللون والجمال. بصوا بصوا. يلا بينا نغرف.
بصوا بصوا الجمال، بصوا كل رزايه، بصوا مفلفل ازاي، بصوا. يلا بينا بقى نغرفها في الطبق ده. بصوا اصلا، بصوا بصوا الرز ولا معجن بقى ولا ناشف عالشعرة. خليكم معايا. وغرفنا احلى كبسة دالية. بصوا الجمال، بصوا بصوا الحلاوة. يا ريت تجربوها، خدوا مني ما تراجعوش. دي حاجة 13. بصوا الجمال، بصوا بصوا اللحمة دايبة ازاي، بصوا بصوا بصوا. هي مسلوقة، وطبعا لما عملتها بالطريقة دي كمان دابت، محدش يعرف ان دي كانت مسلوقة. بصوا بصوا الجمال، بصوا. بالهنا على قلوبنا وقلوبكم. ما تنسوش ترنوا الجرس وتدوسوا لايك وتجربوا احلى ايه. بصوا الجمال، احلى كبسة دالية. حاجة بسيطة وسهلة، ممكن تعمليها في اي وقت. سلام عليكم.